واللي يعجبك اكتر من المشاهد البسيطة دي ان مثلا ايه ممكن راجل كبير يقوم يقف عشان يقعد الست، فيقوم قايم له شاب يقول له لا لا انا نازل خلاص، ودي كدبة بيضة. اهلا بيكم في صحبة تشدك لقدام، صحبة تفكر بصوت عالي. صحبة تشاركك الطريق. عشان الصحبة بتفرق. عايز احكي لك على حاجة كده، موقف عشته. تعرف حياتي في المواصلات مليئة بالمغامرات. كنت في يوم جاي من الشغل، كنت جاي على هنا يعني، فبعد ما ركبت الاتوبيس اللي انا كنت راكبه هو اتوبيس نقل عام بس المكيف. الاتوبيسات النقل العام دلوقتي بتتقسم لنوعين، نوع الله يرحمه بس بيوصل البني ادمين، وستيل انا بركبه برضو يعني لما بيجي قدامي، بس هو فعلا بيبقى سيء جدا، غير مريح بالمرة، صوته دايما عالي جدا جدا، الكراسي بالتالي بتكون غير مريحة، ما فيهوش طبعا تكييف بقى، هي شبابيك، وغالبا ريحة الموتور طلع جوه العربية. الأتوبيس التاني المكيف طبعا التذكرة بتاعته أغلى، وأغلى بفرق كبير شوية يعني. الأتوبيس ده تقريبا تذكرته ب17 جنيه، وعيب أتوبيسات النقل العام شوية بالنسبة. اللي ب 17 جنيه ده مكيف ولا اللي مش مكيف؟ لا ده المكيف. اوكي. العيب بالنسبة لي فيه ايه، ان انت لو هتركبه من نقطة ايه لأيا كانت النقطة التانية انت هتدفع 17 جنيه، يعني مفيش تذكرة متوسطة السعر او اقل، انت ايا كانت المسافة اللي انت هتركبها انت هتدفع نفس التذكرة. اما الاتوبيس التاني اللي هو العادي فهو نفس الفكرة، يعني انت منين ما هتركب انت كده كده هتدفع تمن التذكرة، بس التذكرة بتبقى اقل من النص، يعني ممكن تذكرة تبقى 8 7 جنيه 8 جنيه 9 جنيه، ما فيش حاجة اقل من كده، بس في فرق 10 جنيه مثلا. بعد ما ركبت الاتوبيس فما كانش في اماكن كتير يعني، بس في الاتوبيس اللي انا كنت راكبه ده يعني في مكان كبير كده جوه ما فيهوش كرسي بس ينفع يتقعد عليه يعني، فانا كنت قاعد على هذا المكان، واللي كان بيركب يعني ايه من الناس الكبيرة كنت بشوف يعني ناس ربنا يكرمهم كانوا بيقوموا يقفوا لهم، وده طول الوقت بصراحة حاجة أنا بشوفها في المواصلات، حاجة مبهرة جدا، اللي هو إيثار الغير على النفس، إن أنا أول لما بشوف حد كبير أو واحدة ست أيا كان، وبتشوف بقى حاجات مبهرة جدا، يعني راجل كبير في السن تركب واحدة ست يبادر بنفسه قبل ما يبص يشوف في شباب مثلا في المواصلات ولا لأ، ويقوم هو يقف له. واللي يعجبك أكتر من المشاهد البسيطة دي ان مثلا ايه ممكن راجل كبير يقوم يقف عشان يقعد الست، فيقوم قايم له شاب يقول له لا لا انا نازل خلاص، ودي كدبة بيضة. هو مش نازل خلاص ولا حاجة، هو مكمل، بس هو مش عايز يقوم الشاب عشان هو قام وهكذا. فدي من ضمن المشاهد الجميلة يعني اللي انا بلاحظها في المواصلات، وده عادي كلنا بنشوفه يعني، مش حاجة جديدة علينا. اللي لفت يعني اللي خلاني أبدأ أنتبه أصلا لكل المشاهد دي وأركز فيها إن اليوم ده والكمثري بيلم الأجرة، فكان في آخر الباص، يعني أنا قاعد في أول الباص خالص وهو في آخر الباص، فأنا ابتديت أسمع صوت زعيق، فابتديت أركز وانتبه هو فيه إيه، فكان الراجل الكبير عمال يقول له دي بتاعة 70 وأنا مش هدفع حاجة، والكمساري يقول له مفيش 70 في الأتوبيسات المكيفة، ابقوا اركبوا الأتوبيس التاني اللي مش مكيف، كفاية أصلا إن هو عامله لكم. أنا مش فاهم لغاية دلوقتي إيه موضوع 70 ده، بس يعني مع الوقت 70 دي اللي هو الناس اللي سنهم فوق 70 سنة المفروض إن هم يركبوا الأتوبيسات العادية ببلاش، والأتوبيسات المكيفة يدفعوا فيها الأجرة. ايه الفكرة يعني؟ حاجة غريبة قوي. مش هينفع نعترض للأسف. مستغرب، بس يعني مش اعتراض، ده مجرد استغراب. انا مستغرب زي بالظبط. والكمساري متشدد جدا 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 ان الراجل لازم يدفع، والراجل رافض تماما ان هو يدفع اي فلوس، واذا بسائق الاتوبيس ينتبه للموضوع فيركن على جنب ويقوم نازل من على الكرسي بتاعه، قال له بقول لك يا حاج يا تدفع يا تنزل، ووقف الاتوبيس في نص الشارع. فانا بصراحه صعقت، يعني اللي هو احنا ليه الموضوع وحشي بالشكل ده؟ الله اعلم طبعا بايه ظروف الراجل ده،
وايه عواقب ان هم لو سابوه ما يدفعش، ايه عواقب الموضوع عليهم. بس الموضوع اللي لحد من بره شايف بس الخارج او الظاهر، مش عارف تفاصيل الامور، هو الموضوع كان بالنسبه لي وحش. وفضلت الخناقه دايره، والراجل قال انا مش هنزل، وسواق الاتوبيس وقف والكمساري عمال يزعق. واذا بيه شخص ما ربنا يكرمه قام راح للكمساري، قال بيديله الاجره، فقال له خد الاجره بتاعتي، يعني الكلام ده بينه وبين الكمساري بس، قال له خد الاجره بتاعتي وبتاعت ما كانش لسه دفع، خد الاجره بتاعتي وبتاعت الشخص ده، او قال له خد الفرق. يعني انا عشان دردشت بس معاه ففهمت الموضوع. قال له خد الفرق اللي هو في الاجره للراجل. هو ما كانش فاهم ان الراجل مش دافع خالص، هو كان فاكر ان هو دافع جزء، مش عايز يدفع كل المبلغ، اتاريه مش دافع خالص. فهو قال له خلاص خد تذكره كامله، يعني قطع تذكرتين ليه هو والراجل الكبير، وقال له خلاص يعني خلص الموضوع، يعني ما تقولش حاجه، انت مشكلتك في التذكره، خد التذكره وخلاص الموضوع انتهى. يعني الراجل الكبير ما يعرفش دلوقتي اللي حصل؟ الراجل الكبير ما يعرفش اي حاجه. اوكي. فالكمساري راح فاضح الدنيا كلها، قال له خلاص بقى اهو الراجل دفع لك اهو وانتهى الموضوع يعني في اللقطه دي. ف يعني اللي خلاني انتبه هنا ايه بقى؟ اولا المسؤوليه من الشخص اللي هو خارج الموقف خالص، هو قام دفع فلوس، هو ما يعني ما هو مش راكب، مش حد راكب معاه، يعني هو حد ما يعرفوش، دفع له التذكرة بالكامل عشان يخلي الدنيا كلها تهدى. واعتقد ان ده كان ممكن يطلع من اكتر من شخص، يعني لو ده خد الانيشيتيف، فانا متاكد ان في تفكير الناس اللي في الاتوبيس اكيد كان في اكتر من واحد بيفكر بنفس الطريقه، بس الوقت المناسب بالنسبه له ان هو ياخد القرار ما كانش لسه جه. و يعني دي حاجه طبعا بالنسبه لي كانت كويسه جدا، هو حل مشكله الناس كلها، خلاص ده متراضي وده راكب. ولو ركزنا فيها 17 جنيه ولا حاجه، يعني بالنسبة لأيامنا النهاردة هي ولا أي حاجة إن هو يحل مشكلة، والثواب يعني اللي هيجيله من وراها. الرحمة بقى في الأتوبيس كله، يعني بعدها على طول طلع يعني حد بيبيع كتب كده في الأتوبيس، بيقول كتاب 10 جنيه، ويعني يعني حد كبير في السن، بس واضح ان هو كان well educated وبيتكلم بلباقة جدا، وشكله راجل طيب قوي 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 يعني. وتشوف الناس كلها بتشتري منه ازاي، والناس كلها عايزة تساعده، حتى يعني في واحدة بتقول له في معاك كتب عن الاتش ار عمري ما كنت اتخيل ان انا اسمع جملة زي دي اصلا جوه اتوبيس نقل عام، بس الناس بتساعد بعض ازاي. طلع معاك كتب اتش ار؟ لا معايا كتب اتش ار وفيها كتب اتش ار، هي مش كتب جديده، هي كتب يعني اكيد ريوز. يعني مفيش كتاب جديد ب 10 جنيه برضه ده لو مسروق مش هيبقى ب 10 جنيه فالرحمه بقى ما بين الناس في مشاهد الاتوبيس بالنسبه لي كانت شيء مبهر جدا. ومش عارف يعني حبيت احكي لك عن الموقف ده واتناقش معاك فيه، انت ايه رايك في الحدوته ككل؟ ايه اللي ناقصنا عشان يعني كان في مشكله، والمشكله حلها كان الرحمه، والمشكله كانت بسبب عدم الرحمه. يعني سواء الكمساري بيقول للراجل الكبير ايه، بيقول له انزل اركب الاتوبيس العادي، كفايه انهم خليكم تركبوا الاتوبيس العادي. فهو هنا الجمله تحسها فيها حقد، اللي هو انت اصلا مش من حقك ان انت تركب الاتوبيس العادي ببلاش. فده ما فيهوش رحمه، الكلام ده ما فيهوش رحمه. يعني انا مش متخيل انا لما اقول ده للراجل الكبير اللي فوق 70 سنه، الراجل الكبير فوق 70 سنه راكب اتوبيس نقل عام، ده اصلا ده يعني نازل يعمل ايه؟ اكيد حياته مش احسن حاجه. ما هو لو حد عنده 70 سنه غالبا هيبقى قاعد في البيت، يا اما هيبقى نازل يشوف شغل بيشتغل ايا كان راجع من شغله. فجملة بلا رحمة
ما فيهاش تقدير للسن خالص، وما فيهاش تقدير لمشاعر الشخص ده اللي هو ممكن يبقى قد والده. انا حاسس ان انا هبقى بلا رحمه لو قلت رايي، فانا هقول يعني احنا مش عارفين مثلا هو في هنا كذا. هي طبعا الجمله نفسها مش يعني اكيد دي مش مفيش عليها خلاف ان الطريقه ما كانتش حلوه، وان سواق الاتوبيس وقف وقعد يزعق وكده، كل ده اكيد مش كويس يعني. والتصرف اللي الشخص عمله اللي هو اللي قام دفع التذكرتين ده اكيد تصرف كويس، في رحمه، في كرم، في نبل، يعني في صفات كتيره كويسه. بس الموقف اساسه ان الكمساري هو ممكن هو كده الكمساري لازم ياخد حق التذكره، يعني ده هو القاعده كده. انت هتركب هنا هتدفع التذكره، بغض النظر بقى في مكان تاني رحت ركبت فيه مش هتدفع، روح اركب المكان التاني لو انت مش عايز تدفع. والراجل انا معرفش طبعا الراجل برضو عارف القاعده دي ولا لا. هو كان بصراحة برضو كان من ضمن الحاجات اللي كانت بتحصل في النص، عشان لو هنتكلم فيها كقواعد. الراجل بيقول للكمساري، قال له وريني النشرة اللي بتقول ان انا كحد فوق 70 سنة المفروض ما ادفعش. قال له مفيش نشرة، هو اللي انا بقولك عليه. مش فاهم السؤال. يعني نشرة دي يعني اللي هو زي القرار. مين اللي بيقول لمين هات الراجل النشرة؟ الكبير بيطلب من الكمساري يوري له القرار اللي بيقول ان انا كحد فوق 70 سنة هدفع بالظبط كده. ما انا معرفش بقى، انا اصلا اول مره اسمع عن الموضوع ده دلوقتي يعني. ما انا عارف، انا عشان كده فلو هي دي الرول، يعني لو هي ده القانون كده، فهو كده في الحاله دي لازم يدفع يا اما ينزل. هو القانون كده، يا يدفع يا ينزل. فخلاص انا مش شايف ان في ايد الكمساري حاجه يعملها. لو افترضنا ان هو ده الصح يبقى هو لازم يعمل كده. هيعملها بقى بطريقه ذوق، اكيد ده المرحب بيه يعني، او ده اللي المفروض يحصل. فده من حيث اصل المشكله، يعني ده وجهه نظري في اصل المشكله، بغض النظر ان انا ده عاجبني او مش عاجبني. بس هو ده اللي كان لازم يبقى موجود، ولا انت شايف ايه؟ يعني لا، هبقى عايز اعترض بسبب حاجة تانية. واحنا في الطريق في نفس الاتوبيس ركب معانا من منتصف الطريق الله اعلم هل هو صديق ام زميل للسائق والكمساري، وعادي ركب الطريق كله ما دفعش حاجة. بس ده غلط. ما هو هي دي الفكرة بقى. يعني هنا القاعدة اتجزأت، يعني وذر اتس غلط بقى ولا لأ هي ترجع للكمساري. يعني هنا ما اعرفش القاعدة تحكم بإيه. يعني هل هو عشان زميل ليكم مثلا في العمل، فهل هو ليه الحق ان هو يركب ببلاش؟ ما انا مش عارف بالظبط. يعني لو افترضنا ان ليه الحق فهو كده تمام، مفيش مشكلة. لو افترضنا ان يا عم هو صاحبه وهو ليس له الدنيا، انت حبيبي خلاص مش هتدفع والجو ده، فيبقى ده غلط. ما يخليش الموقف الاولاني صح او غلط، يعني هيبقوا موقفين والاتنين غلط. صح. ده وجهة نظري في موضوع الراجل الكبير يعني. بس الجزء بقى التاني اللي لفت انتباهي هو فكرة الحدوتة اللي جوه دماغ كل واحد قاعد في الاتوبيس وقتها. يعني انت دلوقتي جات في بالك حدوتة اللي انت حكيتها، وشفت ان الراجل اللي قام جات في باله حدوتة معينة، فقال ايه يا عم الكلام الفاضي ده الراجل الكبير، انا هقوم انا وادفع ال 17 جنيه الزيادة دول وخلاص وحلينا المشكلة. فهو وكل واحد قاعد عنده حدوتة. ايه بقى هي الحدوتة اللي خلت ده بالذات يقوم وبقية الناس ما تقومش؟ هي دي الفكرة. وامتى هقوم؟ يعني ماشي انا المفروض ابادر يعني طالما انا نويت اعمل حاجة كويسة هقوم اعملها. امتى بقى لحظة ان انا هقوم دي، او لحظة ان انا نويت فعلا دي تيجي؟ انت قلت في ناس كتير ممكن يكون في دماغها ان هي كانت هتقوم تعمل كده، وده غالبا حقيقي يعني، بس هم لسه ما قاموش. وواضح ان الموضوع كان كبير، يعني الكمساري قاعد يتخانق شويه والسواق ركن ونزل وده راح يتخانق اخر، وبعدين الواد اتكلم معاه بينه وبينه، وبعدين الكمساري راح فضح. ففي قصه في وقت. يعني ده كله كان وقت قد ايه مثلا؟ يعني الموضوع كله على بعضه يعني انت تحسه كتير لان هي احداث كتير، بس هي كلها على بعضها ممكن تبقى خدت 7 دقايق مثلا. ماشي 7 دقايق الكمساري واقف في نفس المكان ده كتير جدا. فحاسس ان يعني خدت وقت طويل قوي على ما حد قام من مكانه. الراجل اللي انت حكيت عنه قبل كده اللي هو واحدة ست دخلت الاتوبيس وهو اصلا راجل كبير بس قام، فلما الشاب قام عشان يقعد الست، والشاب قام له عشان يقعده، فالراجل قال له لا خليك انا هنزل هنا. الراجل ده ما استناش، انت قلت ما استناش يبص حواليه يشوف في شباب ولا ما فيش شباب، حد تاني هيقوم ولا لا. هو كل اللي في باله الحدوته بتاعته ايه؟ انا التصرف ده انا اعمله ولا ما اعملوش؟ لو انا في الموقف ده ملوش علاقه بقى بقيه الناس بتعمل ايه. الاتوبيس فيه 50 واحد يعني لو ما فيهوش حد واقف. في 150 واحد. ايوه بالظبط كده. ففيهم مثلا ايه 20 راجل قاعدين مثلا يعني،
فليه ما بقاش انا اللي اقوم مش اي واحد تاني من 20. احنا عندنا طريقتين في التفكير. واحد زي الراجل اللي قام على طول ده وقال للشاب انا نازل هنا، هو فكر انا ما اقومش ليه. اي حد تاني من اللي ما قاموش بسرعة استنوا الاول يمكن حد تاني يقوم. اللي هو لو انا قدرت افضل قاعد، مش بقول يعني ده وحش يعني، طالما انا قعدت خلاص انا قعدت، رزقك أنا فاهم، ومن أنا حقك فاهم. تقعد. بس عادة أصل بيبقى فيه أبعاد كتيرة برضو للقرارات اللي زي كده. أنا أحيانا ببقى راجع من الشغل ميت، أنا النهاردة خلاص أنا قضي عليا في الشغل، صح. فبركب أنا فعلا مش قادر أقوم. يعني أنا ببقى أصلا واقف قدام الشركة بقول أنا أي أتوبيس هيجي زحمة مش هركبه، اتكل على الله، أنا عادي أفضل واقف قدام الشركة، بس أنا مركب الأتوبيس لا أنا مش قادر على مرمطة الطريق، هركب الأتوبيس هقعد. كام واحد بيركب ما عندوش رفاهية ان هو يستنى اتوبيس فاضي، فممكن يركب الاتوبيس تعبان يقعد، فهو مش قادر ياخد القرار، هو نفسه بس مش قادر. ماشي يعني، ماشي ها مش موافق قوي بس ماشي. انا مش بقول ان انت لازم تقوم، كده كده من حقك اللي قاعد ايا كان هو مين من حقه يفضل قاعد، ما عنديش اي مشكلة. بس هي الحدوتة هي اللي بتختلف. يعني دي حدوتة، انت لسه حاجة حدوتة اهو. صح. انا استنيت 3 اتوبيسات عشان الاقي اتوبيس في مكان اقعد فيه، فقعدت. فالحدوته بتاعتي بتقول ايه؟ انا مهما حصل مش هقوم. ده الحدوته بتاعتي. ممكن الحدوته تختلف، لو الحدوته اختلفت القرار هيختلف. فهي دي بس النقطه التانية يعني. حدوته في الظروف الطبيعيه، بلاش في ظروف قصوى، في الظروف العاديه خالص عادي. ما انا كنت لما كنت بركب الاتوبيس كنت بعمل نفس الكلام يعني، وبعدين بقعد بقى اقول ايه لا، وبعدين كنت بقعد اعمل نفسي معادلات كده، اللي هو طب ما الستات اصلا كتير وكده كده هيبقى في ستات اكتر من الرجاله، اشمعنى دايما الرجاله ما تقعدش؟ بقعد اعمل حاجات كده عشان خاطر افضل قاعد. بس في الدافع او الحدوته دي جايه منين؟ جايه من ان انا بفكر في نفسي، اللي انا لسه حكيها دي. حدوته الراجل التاني العجوز اللي قال للشاب انا نازل هنا ده وضحك عليه عشان يفضل هو واقف والشاب يفضل قاعد، هو ما كانش يفكر في نفسه. صح. هو ما هو اريح له برضه ان هو يقعد، وده راجل عجوز فهو يعني اكيد اريح له يقعد يعني. حتى لو انا تعبان مثلا اكيد هو لو قعد او وقف يعني هو هيبقى تعبان اكتر مني. مش عارف ده صح ولا غلط يعني، بس تخيلي كده. فانا بفكر في مين؟ بفكر في نفسي، بفكر في الناس. بحسب كتير قوي قبل ما اخد قرار ان انا هدفع التذكره الزياده دي اللي انا عادي جدا قادر ادفعها. اكيد كان في 20 واحد في الاتوبيس قادرين يدفعوها، بس كم واحد قاعد يفكر 7 دقايق كاملين على ما خد القرار، وبعدين في واحد هو اللي سبق. الفكره بقى ان الحدوته دي هتقول الراجل ده سبق للخير، ولا الحدوته دي هتقول الحمد لله المشكله اتحلت وانا ما دفعتش حاجه؟ هل انا عارف اقول الفرق؟ الراجل نفسه، الراجل الكبير قصدك؟ لا، الناس التانية اللي قاعدة اللي ما اشتركتش اصلا في الموضوع. في مشكلة حصلت قعدت 7 دقايق وفي واحد قام حل المشكلة، انا قاعد بتفرج. انا اللي جه في بالي وقتها ايه؟ هل جه في بالي الحمد لله المشكلة اتحلت واخيرا هنمشي ومش واخد بالي من ان في حاجة مهمة حصلت او في فرصة ضاعت عليا، ولا جه في بالي يا خسارة يا ريتني كنت انا اللي قمت، اشمعنى هو اللي سبقني للخير؟ المرة اللي جاية لما يحصل كده انا اول واحد هقوم. هل انا عارف اوصل لك الفكرة؟ ايوه وصلت، بس يعني ايه ما عمري ما فكرت فيها بالمنظر ده يعني. it touched me كده، فاللي هو انا قاعد جوه هناك دلوقتي مسحول يعني في الفكرة، اللي هو قد ايه الموضوع ممكن يبقى بالنسبة لي سيء وانا مش واخد بالي في بعض الاحيان. اللي هو هي اتحلت ليه؟ او مش قصدي اتحلت ليه، هي انا فكرت في ايه لما هي اتحلت؟ اللي هو يلا بقى بيس، البس سماعاتك تاني، شغل اللي انت بتتفرج عليه وخلاص، صباح الفل هنوصل اخيرا. ولا انا ضاعت عليا فرصة؟ يا نهار، الاتنين يعني بعاد عن بعض تماما، والفرق بسيط جدا. هو الفرق بسيط جدا فعلا. كل الفرق كان تذكرة 17 جنيه وقرار بس، وممكن في حاجات كتير تبقى شبه كده يعني. بس هي الفكرة، هي دي الفكرة. ايوه، في بطء اتخاذ القرار. يعني مثلا عايز ادي مثال، بس تعال نقول ان انا مثلا ايه، مش انا هقوله خلاص مش عارف اقوله ولا لا. يعني مثلا امبارح انا كنت عندك في المعادي ماشي
لما كلمتك لقيتك نايم، بقول لك انت كنت فين عندي في بسلم المعادي عليك. فعلا. كنت جاي يعني كنت هاجي في الطريق. احنا كنا في متجمع مع اصحابي، وبعدين في واحد ساكن في المعادي وكان انت عارف هو مين يعني غالبا، وكان شايل حاجات كتير قوي في العربيه عندي، يعني معاه شايل كتيره جدا، فالشايل ايه كلها عندي في العربيه. وعاده لما بنتجمع بيبقى في 2-3 في المعادي، فاي واحد فيهم بيروح مع اي واحد فيهم يعني، فما كانش في حد خالص موجود، فما فيش حد قاعد رايح المعادي، والشايل كتير قوي والحاجه عندي في العربيه. فانا بين اختيارين، يا اما هقول له يعني خد شيلك وروح وربنا يسهل لك بقى اوبر او حاجه، يا اما هقول له خلاص انا هاخدك معايا وتعالى نروح، انا اصلا مش رايح المعادي يعني أيوه. ما ليش حاجه هناك اعملها، اروح اوصله وارجع، طريق نص ساعه رايح نص ساعه جاي. ف يعني رحت قايل له خلاص انا هوديك، حسيت يعني ان مش موقف لطيف يعني ان انا اسيبه بكل الشيل دي وبتاع، فقلت له هوديك. قال لي لا انا هركب اوبر ومش عارف ايه، بس انا عارف كويس حتى هو اوبر هيكفي وكل حاجه، بس عشان بقى يقعد ينقل، يعني انا شنطتي كلها مليانه وكنبه العربيه مليانه حاجات، فهو يقعد يحط كل ده في اوبر، وساعات يبقى مثلا الراجل حاطط اسطوانه غاز ورا فممكن حاجه ما تكفيش، او يبقى متضايق السواق من الموضوع، وحسيت انها هاسل كتير، الاسهل ان انا الحاجه في عربيتي فاروح بيها يعني. فروحت وجيت عادي ما فيش مشكله، والموضوع ما خدش اي مجهود، وكانت الدنيا بالليل والطريق فاضي، يعني لو كانت الدنيا زحمه ما كنت غالبا ما كنتش هعمل كده يعني، بس كانت الدنيا بالليل والطريق فاضي وكل حاجه تمام. فده مثلا موقف صغير اهو، انا اكيد اريح لي برضو ان انا اقعد في البيت، بس هي بس انا لو قعدت افكر فيها شويه ما كنتش هروح مستحيل يعني. هو طب وقد ايه، طب ومش عارف، لو قعدت افكر مش هروح. انا حسيت ان انا في موقف يعني محرج فيه، فقلت لا انا احاول اعمل الحاجه، احاول ادبس نفسي بسرعه يعني، حتى رحت قايل له طب انا هوديك عشان ابقى قلتها، طالما قلتها مش هينفع أيوه. ارجع في كلامي بقى هبقى شكلي ندل قوي. ف يعني حاسس كده اللي هو ايه، لو فكرت كتير مش هتعملها، ويعني هي كانت مره وخلاص بقى هقطع علاقتي بيه بعد كده. انا حاسس الموتيف هنا في اللي بيجتمع يعني ما بين كل المواقف دي هو الرحمة، يعني الانسان يبقى رحيم بالناس اللي حواليه، احساسه بالرحمة. هذا الشخص الراجل الكبير يعني تجاه الست ان هي دخلت الباص هتقف، ادى الاحساس بالواجب ان انا عايز ارحمها من الوقفه والبهدله في المواصلات، فانا هقوم اقف، فهي قعدت. ايه اللي يدل ان ده جاي اوت اوف الرحمه؟ ان الشاب لما قال له هقوم اقف قال له لا انا نازل. رحمه 100%. ما هو اصلا هي لو جدعنه وخلاص اللي هو عشان ده العرف وده الواجب في المجتمع، كان قاعد مكان الشاب، كان قاعد مكان الشاب بكل تاكيد. احساس الشخص التاني ان هو يقوم يدفع الفلوس عادي جدا. اغلب انت بص كده على الناس اللي راكبين الاتوبيس 90% منهم كل واحد لابس سماعه، فهو الموقف لا يعني اي حد باي شكل من الاشكال، ممكن كل واحد يفضل قاعد لابس سماعته ولا دريان باي حاجه هبل اللي بتحصل بره، بس هو عادي وقف الدنيا، قام خلص الموقف. احساس بالرحمه تجاه ممكن نقول الطرفين، يعني ان احنا نحل مشكله الكمساري ان هو اللي لازم فعلا ياخد فلوسه، ونحل مشكله الراجل الكبير اللي هو عنده ازمه ممكن جايه اوت اوف ان هو خايف مش معاه فلوس، بس هو تعز عليه كرامته جدا ان هو يقول انا مش معايا فلوس. حتى الكمساري كان بيقول كده، كان يقول ان هو مش معاه فلوس ويريحني. دي جايه اوت اوف الله رحمه. ما بالظبط كده. هي فيها حاجات كتير قوي على فكره، هي فيها يعني اول حاجه بتبدا بيها من وجهه نظري هي تبدا بحسن الظن وسوء الظن. انا لما بشوف خناقه وموقف زي ده ممكن بقى اقعد افكر في خلال ال7 دقايق دول، طب يا ترى الراجل ده مش عايز يدفع ليه؟ طب يا ترى الكمساري ده قليل الادب ليه؟ طب يا ترى السواق ده دلوقتي بيزعق ليه؟ وانا عمال بقى ايه اصدر احكام على كل اطراف الخناقه وانا قاعد في يعني كنت اقول قاعد في التكييف وانا قاعد في التكييف فعلا بس انا كان قصدي مجازا يعني. فادي اول حاجه، اساءة ظن. يعني بقعد افكر في كل السنة للاسف، يعني مش عارف، انا بقالي فتره مشغول بالموضوع ده ومش عارف اجيب سببه ايه. هو احنا ليه دايما بنبدا بسوء الظن الاول؟ او انا يعني ما اعرفش، بلاش احنا عشان اتكلمنا عنها قبل كده. انا ليه دايما ببدا بسوء الظن الاول؟ حاجه غريبه جدا. كنت بكلم كول سنتر مثلا، بقول له انا عندي مشكله في كذا كذا كذا، فصوته مش يعني مش فاهم ايه بالظبط، ما انا مش شايفه بس حاسس ان انا مش مرتاح له. بعدين حتى اقول يا ترى بقى هو عمل اصلا الشكوى ولا لا؟ رحت متصل تاني بعدها اسال هو عمل الشكوى ولا لا. مفيش اي سبب في الدنيا يخلي الانسان يعمل كده، يعني هو الراجل في شغله بيعمل شغله عادي، ايه المشكله؟ ففي سوء ظن كده مبدئيا. فلو قلبناها
احسان ظن زي ما انت قلت دلوقتي، يمكن انه معهوش فلوس، يمكن يكون سالم متعصب، يمكن هتلاقي فجاه هي بس حدوته كده سويتش هتلفه خلاص. ايه ده؟ فجاه هتلاقي نفسك طب خلاص يا جماعه ولا يعني مشكلتكم في ايه؟ تذكره اهي تمام. حته حسن ظن مع حته كرم اخلاق وكرم مادي وكرم بالجهد وكرم يعني في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من كان عنده مش فاكر الحديث كله الصراحه يعني، من كان عنده فضل ظهر فليعب به على من لا ظهر له. واحد راكب والتاني معهوش، ماشي في الطريق فالدنيا حر او برد وشفت حد ماشي على رجله فتقول له تعالى بقى اخدك في طريقي، حاجه زي كده. مش فاكر معنى. هو ده يعني معنى الحديث. تالي كان في كذا مثال، ما كانش بس الظهر، كان كذا حاجه. من كان عنده فضل كذا فليعب به. فهتلاقي مثلا ايه معنى الكلام يعني، قيس على كده فلوس ادي طالما معاك، وفي حد مش معاه وقت ادي، علم ادي، حاجات دي. ففيها كرم، فيها رحمه، فيها حسن ظن، فيها مسؤوليه من ناحيه انا اللي اعمل كده، مش استنى حد تاني هو اللي يعمل كده. انا مسؤول فانا هقوم انا اعمل كده. هي مسؤوليه تجاه المجتمع كمان، مش مسؤوليه تجاهي انا بس، مسؤوليه تجاه المجتمع. اصل لو كلنا كده ما حدش فينا عنده اي احساس بمسؤوليه تجاه المجتمع، خلاص بقى يبقى ايا كان ايه اللي بيحصل في المجتمع الدنيا هتبوظ. لان انا هرمي حاجه في الشارع مفيش حد هيشيلها، باظت. انا هكسر حاجه مفيش حاجه عموميه مفيش حد هيصلحها، باظت. لو مفيش احساس بالظبط خلاص بقى الدنيا. ناس بتضرب بعض في الشارع، ودي من الحاجات اللي مبهره هنا في مصر. شوف اي اتنين يبتدوا خناقه تلاقي الشعب كله داخل يحوش او يضرب يعني او يضرب او يتضرب. غالبا اللي بيحوش بيتضرب يعني انت هتحوش كمان، طب تعالى انت. بس يعني انا اعتقد ان الموضوع ده قلب لدرجه ان الناس بتعتمد عليه. يعني مثلا انا مش عايز اتخانق قوي بس هعمل نفسي هتخانق فالناس هتحوش، فاهم؟ بس ابقى ظهرت ان انا يعني شجاع وكده. ايه ده انت مش ماسك فيا ليه؟ ما تمسك، ما تمسكنيش بقول لك. المهم بقى هتدفع حساب الشاي ولا هتقول لي فوق 70 وفوق 30؟ انا في العشرينات دلوقتي حالتي صعبه. ده معفي برضو. ايوه ماشي يا عم. الى اللقاء يا شاذليكو في الحلقه القادمه. اللقاء يا صديقي على خير.